كل ما حياتك كانت مفتوحة ومكشوفة أكتر قدام الناس، كل ما الناس هتلاقي طريقة إنها تجرك لتحت. دي ظاهرة اجتماعية طبيعية، وعلى العكس في حاجة قوية جدا في إنك تختفي وتشتغل على نفسك في الخفاء، تبقى مش متاح وتلتزم بخطة علشان تبقى النسخة الجاية الأفضل من نفسك. في السر ده ممكن يكون مبهر ومثير، لأنك لما تظهر تاني التحول بتاعك هيفاجئ اللي حواليك. والشيء المضحك هو إن لما ده يحصل مش هيفرق معاك أصلا، لأنك هتتعلم في الرحلة دي إن الرأي الوحيد اللي يهمك هو رأيك أنت. خليني أشرح لك إزاي تعمل ده بالطريقة الصحيحة. هقسم لك ده لثلاث مراحل أساسية: إزاي تختفي، تعمل إيه في الخفاء، إزاي تظهر تاني. لو غلطت في أي جزء من ده، خصوصا الجزء الأخير، هتندم. بس قبل ما نبدأ أعمل لايك واشترك في القناة. أولاً، إزاي تختفي بالطريقة الصح؟ أول حاجة، اسكت. كلامك بيخونك أكتر مما تتخيل، لازم تتعلم تتحكم فيه. فأنت مش هتتكلم عن حياتك مع أي حد تاني بعد كده، وده يشمل عيلتك، أصحابك، زمايلك في الشغل، أي حد. الاستثناء الوحيد شريك حياتك، لو أنت متأكد إنه عاوزك تنجح. طبعاً هتلاقي صعوبة في إنك تتحكم في لسانك، وده بياخد وقت، لأن الغريزة الطبيعية عندنا إننا نشارك ونحكي، دي جزء من غريزة البقاء. بس لازم تتعلم تحارب العادة دي علشان تختفي صح. هتحتاج توقف الأفكار في دماغك قبل ما تطلع من بقك، وتفضل لغز لكل اللي حواليك. بعدها هتقدر تتحرك بحرية أكتر في رحلتك، تتحرك في الظل. عايزك تهتم برأيك أنت بس، لأن الناس مش مهمين خالص. هتحتاج تعيد برمجة عقلك، ما تهتمش برأي الناس مين مكانه. أول حاجة، الناس مش مهتمين بيك زي ما انت فاكر، والمشكلة انك بتفكر انهم مهتمين، وده بيأثر على تصرفاتك. لازم تقتل الجزء ده جواك. اللي لازم تعمله انك تشكل شخصية في عقلك، الشخصية اللي نفسك توصل ليها. ده الشخص الوحيد اللي رأيه يهمك. اسأله، هل هيكون فخور باللي انت بتعمله؟ سعيد بيه؟ لو لا، يبقى غير. من خلال العملية دي هتبقى اكتر تحكم في نفسك، ومحدش هيقدر يتحكم فيك، لان محدش عارف انت بتعمل ايه اصلا. لو ما عندهمش معلومة مش هيعرفوا يوجهوك. بس خلي بالك، الموضوع مش سهل وبيحتاج تدريب وممارسة. لو قدرت تعمل ده، حياتك هتتغير بشكل كبير. خطواتك هتبقى أقوى وثابتة، وهتكون متجه لهدف واضح. لازم كمان تتعلم إنك تخفي خططك. أنت في مرحلة الظل اللي هتكون فيها بتطور خطط طموحة جدا، وطبيعي إنك هتحب تشارك الناس اللي حواليك. بس أنا مش عايزك تقول لحد. خلي خطتك سر، زي الباسورد بتاع كنزك. كل مرة تسرب فيها جزء من خطتك، فرصك بتقل 5%. كل مرة بتتكلم فيها عن حلمك، أنت بتأذيه. فخلي بالك، لو احتجت نصيحة أو مساعدة، خد أقل حاجة ممكنة من الشخص المناسب وارجع اختفي تاني. لازم كمان تتعلم تخفي تقدمك. البروجرس هيحصل حتى لو ببطء، بس ما تورهوش لحد. ما توريش جسمك بيتغير، ما توريش فلوسك، ما توريش مهاراتك الجديدة. ركز على إنك تتحسن كل يوم من غير ما حد يعرف. الاختفاء ملوش قيمة لو ما كملتش الرحلة للنهاية. لو رجعت لأسلوب حياتك القديم وانت في نص الطريق، هتخسر كل التقدم اللي عملته. طبيعي تحس برغبة إنك تشارك الناس التغييرات اللي بتحصل فيك، بس ما تعملش كده. تحكم في إرادتك، واستخدم الطاقة دي علشان تشتغل أكتر على نفسك. كمان اتعلم تخفي دموعك وفشلك وصدماتك. انت في وضع صعب، هتتعب نفسيا وجسديا، بس بدل ما تشتكي اسكت. خلي دموعك تعالج جروحك لوحدك. اتحمل الألم في الظل وخليه يبني قوتك. كل لحظة بتقع فيها هي لحظة انطلاقة لو استغلتها صح. احتضن الألم واستمتع بيه كأنه بيقويك. حدد الهدف. لو عايز تتحول، لازم تعرف بتتحول لإيه. انت عايز توصل لفين؟ نسبة دهون 10%، تبني بيزنس ناجح، ايا كان هدفك اكتبه، خليه قدامك، بس ما تورهوش لحد. الخطوة التانية، نظم حياتك حوالين هدفك. كل ساعة من يومك تبقى موجهة ناحيته. خليك مهووس بيه، تصحى وتنام وهو في بالك. اعتبر العملية دي فرصتك الوحيدة علشان تكون الإنسان اللي بتحترمه. برمج عقلك صدق إنك ممكن تنجح. حب التغيير، حب الجهد والألم اللي فيه. خليك مبسوط وانت مختفي. هتوصل لمرحلة مش هتحتاج إن حد يشوفك، مش هتستنى رأي حد ولا انبهار حد ولا تصفيق من حد. انت بتعمل ده لنفسك، وده مش أنانية، دي معرفة حقيقية لقيمتك. في النهاية، لو عملت ده صح، مش هتحتاج تظهر. هتكون اتحولت لنسخة تانية خالص، نسخة مش بتهتم غير بنفسها. حياتك هتتغير، أهدافك هتكبر، وهتفضل لغز لكل الناس حواليك. وهتلاقي سلام داخلي وحياة جديدة تحبها أكتر من اللي كنت عايشها. لو فعلا مهتم تتغير، ابدأ النهاردة. بعد 6 شهور، يا إما تكون إنسان فخور بنفسه، يا إما تكون أسوأ، لأنك كنت عارف إيه المفروض تعمله وما عملتوش. دلوقتي القرار في إيدك. هتاخد خطوة ولا هتفضل زي ما أنت ولا هترجع لورا؟ القرار عندك. لو وصلت لآخر الفيديو، فدي علامة إنك مستعد تبدأ الرحلة. دوس لايك واشترك، وخلي اليوتيوب يجيب لك الفيديوهات اللي تديك دفعة كل ما تيجي تكسل. اليوتيوب بيقول إن الفيديوهات دي هتعجبك.